ازاي تعملي مربى سهلة وبسيطة في البيت بأقل التكاليف وأسهل الطرق. هنعمل مع بعض النهاردة مربى التين بطريقة سهلة جدا وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. معانا 1.5 كيلو تين مغسول، المفروض ان هو هيتقطع، ومعانا كوبايتين سكر، ممكن تحطي كوبايتين كلهم، ممكن تحطي كوباية ونص، ومعانا عصير ليمونتين. هنقطع التين ونرجع لكم. قطعته بالشكل ده ورجعت لكم. لو حابة تقطعيه اكبر من كده براحتك، بالحجم ده برضو ايه اللي يريحكم. هناخد المكونات ونروح بيها على البوتاجاز، هنحطها في حاجة واسعة عشان نعرف نقلب، وهنضيف عليها بقية المكونات بقية المقادير. هنحط الكوبايتين سكر كلهم، وهنضيف عليهم عصير الليمونتين بالشكل ده، وهنبتدي نقلب وندخل كل المقادير بالمكونات مع بعض. انا معليه النار دلوقتي علشان ايه تبتدي تغلي، وبعد ما تغلي هنبتدي ايه نوطي النار تاني واحده واحده. معاكم معلش انا اسفه، انا نقلتها في حاجه اوسع علشان هناك لقيتها مش واخده، فانا حبيت ايه هتبقى براحتي وفي حاجه اوسع عشان اقلب فيها براحتي. هي كده بتغلي وهنسيبها على نار هاديه لغايه ما تستوي وتتكثف في بعضها وارجع لكم تاني. رجعت لكم، هي كده بتستوي تماما وابتدت خلاص يعني تتكثف كويس. هنتنيها بقى نقلب فيها شوية ونسيبها على نار هادية شوية كمان، وبعد كده هنركنها لغاية ما تبرد تماما علشان نعرف نعبيها في البطرمانات. هي كده تماما استوت وبردت خالص، وانا مجهزة بطرمانات طبعا مغسولة ومتعقمة. هنبتدي نعبي فيها المربى واحدة واحدة تدريجي، هنعبيها مع بعض بالشكل ده. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طبعا مع بعض المربى بعد ما تتعبى في البطرمانات ينفع تشيليها في التلاجة في الفريزر، فتقعد معاكي طول السنة ما تقلقيش. الليمون اللي محطوط دي المادة الحافظة بتاعتها وما تقلقيش من حاجة زي كده. بالهنا والشفا، وان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.